السلام عليكم ليكيب، مرحبا بكم على قناتكم شيف كريمو. على بالهم جماعة الانستغرام وفيسبوك على واش سميت هذه القناة، علاش سميتها هكذا. المهم اللي على بالهم يروحوا يحطوا لي تعليقات ويقولوا لي رانا جينا من فيسبوك وانستغرام ومرحبا بكم. الان واش راح نديروا حلوة بزاف صحية وهايلة وبدون سكريات، وصفة صحية للتضخيم وتسمن يا خوتي. واش نحكي لكم، هذه تفطروا عليها كل صباح وردوا لي بالخبر على مدة تاع شهر، يعني داوموا عليها. هنايا عندي المكونات تاعي، شوفان هكا درت حوالي 250 غرام، وعندي هنايا نواد كوكو، عندي الغرس، وعندي زبدة الفول السوداني. هنايا واش نحتاج روبو نحط فيه 250 غرام تاعي تاع الشوفان. جماعة كاين اللي يحب يحمصو وكاين اللي يحب يخليه هكا. عندي ملعقة كبيرة هكا مقسومة بين القرفة والكاكاو بني مر. عندي هنايا 3 ملاعق كبار تاع نواه د كوكو، وعندي هنايا 2 ملاعق كبار تاع زبدة الفول السوداني. اللي يحوس على الوصفة تاع زبدة الفول السوداني يشوف القناة تاعي، يشوف يحوس في الفيديوهات الأخرين، راح يلقى الوصفة بزاف هايلة وسهلة. واش نحكي لكم يعني، راح نعطيكم الوصفات كامل بالأسرار تاعها. عندي هنايا حوالي 3 ملاعق كبار تاع حليب كامل دسم. وعندي الغرس تاعي هنايا، انا درت حوالي 80 غرام فقط، 80 غرام حتى 100 غرام عادي. شوفوا الغرس ولا التمر، اللي يعني الحاجة اللي ديروها راهي مليحة. الوصفة هذه برك جماعة السكر ما يكثروش منها، تبعوا مليح كي توصلوا للاخر. دوك نقول لكم جماعة السكر واش ياكلوا، شحال المقدار تاعهم اللي ياكلوه. هنايا عندي في ريسيبيو حطيتها نشكل الشكل الاول اللي راح يكون عبارة على كوريات. جماعة شتو كي تخلط الشوفان مع زبدة الفول السوداني ومع نواه كوكو، يخرج لكم واحد البنة. وش نحكي لكم بزاف هايلة، خاصة الرياضيين نوصيكم هذه كلوها لازم تجربوها. هنايا ندهن المول تاعي بشوية برك نتاع زبدة، حاجة قليلة. انا هنا درت دهانة، يعني درت دهان طبيعي. وانتم تقدروا تحبوا ديروا الزبدة، اللي يحب يحافظ عليها تكون صحية 100% يدير دهان. فهمتوني يا جماعة؟ وهنايا درك نشكل المول، يعني هذا اني بديت ندير برك يعني باش نديكوري الحلوة نتاعي وباش تكون تفتح شهية. درتها ديكوراسيون كيما هكا. هنايا ذوبت 100 غرام تاع الشوكولا نوار، شوكولا سوداء 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 ما فيهاش سكريات كامل. هنايا زدت درت هذا المول الثاني، نحب النوع شوية يا جماعة. كيما راكم تشوفوا. والشكل الثالث درت له زبدة الفول السوداني من الفوق، يعني انا نبغي زبدة الفول السوداني بزاف على بها درتها. والشكل الثالث كيما راكم تشوفوا عبارة على كوريات، رمبتهم مليح في نواة كوكو. فوالا كيما راكم تشوفوا الطريقة جد سهلة وبسيطة. ونتمنى تجربوا هاد لاروسات وتخلوا لي تشجيعاتكم، تحطوا لي تعليقاتكم، تحطوا لي لايك اشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الوصفات تاعي. ما تنسوش خليوا لي تعليقات، وكل واحد يقول لي منين راه يتبع فيا وشحال عنده راه يتبع فيا. ودومونديو عليا يا جماعه، بلا بكم انتوما ما نقدرش نحط لكم وصفات. لازم نقرا التعليقات تاعكم ونشوف الوصفات اللي تحبوها واللي اكثر طلبا، وانا راح نجربها معكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي. اللي نتمناه ان يكون في حسن ظنكم. جماعه كيما قلت لكم تاع السكر، عندكم كل صباح تقدروا تاكلوا حبه فقط يوميا، حبه فقط. ما علي غير نقول لكم تهلاو في رواحكم، نلتقي في وصفه قادمه ان شاء الله. باي باي، سلام.